فأنت نغر نفسك. قراءة القرآن لا تنساها، تختم لك شو ختمة ختمتين حسب ما تتمكن، أو تعال الختمة علما تقراها. قد أكو بعض الناس يقول شنو علما أقراها، قال نفسي علما أقرأ، شنو النفسي؟ تعال أحسن من هذا، أقراها علما، أقراها هذه الختمة لفاطمة الزهراء صلوات الله عليها. إيش قد جميل هذا، إيش قد تحصل ثواب. أقرأ أنت بقرايتك هاي تدفع. هسه قد تقول مو والدي يريد همات، إيه رحمة الله عليه، والدتي تريد أمثل. هي هاي الختمة التي أنت تقرأها عن الزهراء صلوات الله عليها، اهدي ثوابها لوالدك أو لوالدتك أو لهما معا. تقول أنا ما حصلت فرد شيء، أنت حصلت ثواب، ذاك الثواب وذاك الثواب، أنت هم حصلته، تحصلت ثواب عظيم. لأن قرأت ختمة للزهراء صلوات الله عليها، ختمة علما وهديتها علما لوالديك، هذا فرد ثواب. نفس هذا الإهداء وتلك القراءة هي ثواب في ثواب، حصلت انت ثواب. والمؤمن يكون يصير كيس وذكي، شوف قام يحصل ثوابات مضاعفة بهالطريقة. بذيش طريقتك الأولية ماكو فرد ثواب، ما أدري ينقبل أو ما ينقبل. بهالطريقة لا راح يصير. إيه وعندنا بالطواف فرد رواية راجعها أنا، هاي من ذاك الزمان حافظها في أبواب الطواف بالوسائل. اجى واحد للإمام الصادق أو الباقر صلوات الله عليهما، قال له سيدي أنا طفت يوما أسبوعا عن جدك رسول الله، ثم أسبوع طفت عن أمير المؤمنين، ثم طفت، وهكذا قام يسطر وفرد همات، أسبوع همات عنك. أو الإمام تشكر منه، أحسنت، وشجعه على ذلك. هاي طريقة ينبغي الالتفات إليها.